في زمان الغيبة خذ المدد من إمام زمانك، له رصيد كبير. أكثر مخلوق على وجه الأرض، لعل هذا المعنى لم تلتفت إليه إلى الآن، أعظم موجود خلقه الله على وجه الأرض عبد الله عبادة مميزة، هو إمام زماننا روحي له الفداء. كم حج من الحجج، كم صام لربه، كم قام لربه، كم شهد ليالي القدر، كم بكى أيام الأربعين وعاشوراء. رصيده رصيد عظيم، أكثر من 1000 عام. أي إمام عبد ربه أكثر من 1000 عام؟ أثرياء الوجود. استجدي من الهج بدعاء إخوة يوسف: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. إخوة يوسف ألقوا يوسف في البئر بقصد قتله. نعم، ألقوه بهذه النية عندما استنقذه الله عز وجل، وجاءوا معتذرين: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. ماذا قال؟ لا تثريب عليكم. قل يا مولاي قل لي لا تثريب، أنا لست بقاتلك، هؤلاء هموا بقتل يوسف وأنت أكرم من يوسف، عاملني بما عامل به يوسف وإخوته. هكذا ناجهم. توسل بإمام زمانك في أن يرتضيك، أن يختارك، أن يخصك بنظرة مهدوية، بنظرة ولائية. لو أن الحر ذهب إلى الصحراء وناجى ربه إلى الصباح لعله ما ختمت له بالسعادة. نظرة حسينية قلبت الحر، جعلت الحر حرا. إذن في زمان الغيبة اعمل، كن متقيا، كن ورعا، لا شك في ذلك، ولكن عول على هذه النظرة.